طول ما الامل موجود وفي رضا وقناعة ويقين بالله مفيش حاجة اسمها مستحيل. قادرين نبدل ونغير الحال من حال الى افضل واحسن حال. زيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال وجبر خاطر وتحقيق امنيات. الوضع كان كده، بس احنا هنغيره ونخليه حاجة كده ما حصلتش. ايا كان المكان، صعوبته، صغير، حالته يعني متدمرة، قادرين مع الصبر واليقين وان احنا نحفز نفسنا. اي نعم، بيكون في بعض الامور بتكون صعبة واحنا بنحس ان هي يكاد تكون مستحيلة، بس احنا بنحاول ندعم نفسنا بنفسنا، اللي مفيش داعم لينا غير نفسنا. يعني مش هتستني حد يطبطب عليكي قبل ما انت تطبطبي على نفسك وتعملي حساب نفسك في كل حاجة. المهم، الجزء ده عندي في البلكونة عايز يترتب. كان بصوا يعني كل حاجة تترمي فيه وتتراكم عليه، وكان حاجات على السطح وقعت هنا. بصوا يعني الدنيا كانت مدربكة، وحاجات بقى خلاص من الركنة مش هتستعمل تاني. فقلت ألمها وارميها تحت واخدها ابيعها تبع الخردة. اللهم صل على سيدنا محمد. لان انا كان امنية من امنياتي ونفسي ان انا يكون عندي مكان احط فيه زرع اخضر، يعني جنينة صغيرة. فالبسطة بتاعت السلم دي ربنا يكرمني ان شاء الله، ان شاء الله يكرمني واقدر اعمل الداير بتاع البيت، يعني السور على البيت من فوق، ويبقى عندنا مساحة ان احنا نقعد فيها، نجيب فيها زرع، نجيب فيها شجر، نجيب فيها كل حاجة، ونقدر نعمل مكان اخضر نقعد فيه. انا من الناس اللي بحب الحاجات الخضراء قوي قوي قوي، والاماكن المفتوحه، وان الواحد يقعد في مكان مفتوح يطل كده على خضره ميه، اطلاله تكون حلوه. فالحمد لله ربنا كرمني بالاطلاله دي كميه الحاجات اللي ايه نزلت من فوق. ده كل ده كده هتخلص منه، يعني هيترمي. وبدات ان انا طبعا نزلت كل حاجه اللي هتتباع تحت، والحاجات اللي هلمها واشيلها بدات ان انا بالمقشه كده اكومها هنا في الجزء دوت، واجيب حاجه المها فيها بقى، شكاره قديمه، كرتونه، اي حاجه. اللهم صل على سيدنا محمد. وقبل ما اعمل الخطوه دي كنت عامله السطح وكنساه ولما اي حاجه عليه تمام كده. فبدات ان انا احط بقى في الكرتونه ديت كل الحاجات دي كلها ملهاش لازمه، وانا برضو بشتغل. لو في حاجه هحتاجها او ان انا مثلا حد غيري يستخدمها بشيلها على جنب. تمام. فبدات ان انا الم كل الحاجات دي طبعا مش مره، لا بقالها فتره كبيره، وانا كنت تعبانه شويه، رجلي تعباني، فما كنتش بقى قادره ان انا ايه اطلع وانزل السلم. فمثلا لو عايزه ابعت حاجه كنت حطاها في كرتون او حطاها في شكاره ان انا هتتركن، فكانت تتحط طبعا الشمس، البنات طبعا الصغيرين عندي، الحاجه ممكن تقع، تتكب، تبوظ كده يعني. المهم، اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي الغالي واشتركوا معايا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وحطوا كمان لايك للفيديو وكومنت حلو زي قلوبكم كده عشان تدعموني واقدر يبقى عندي كده حافز ان نكمل مع بعض ونعمل فيديوهات مشجعه وحاجات حلوه. بقت ان انا طبعا انا كان نفسي ان انا اشغل الخرطوم والميه وامسح الجزء ده وانزل الميه على السلالم كده. ربنا يكرمنا جميعا ويوسع علينا ويجعلنا دايما يا رب من خير لخير ومن عز الى عز ومن سعاده الى سعاده وكل حاجه، وربنا يرضينا ويوسع علينا جميعا يا رب. واللي من نفسه في حاجه ربنا يحققها ليه، واللي نفسه في امنيه ربنا يستجيب دعاء ان شاء الله، وربنا يرفع قدرنا وشأننا ونكون دايما يا رب كده من اللي عندهم يقين وصبر ورضا وقناعة، وينعم علينا بنعمة الرضا. النظافة فلتحيا النظافة. انا عندي الجزء ده كده جميل بحب اقف فيه، يعني في وقت الغروب الصبح بدري بكون في قمة سعادتي لما اقف في الجزء دوت. اللهم صل على سيدنا محمد. اتمسحت واتظبطت والدنيا بقت 100 فل و14. بصوا، وطلعت بقى عملت لي كوبايه عصير. طبعا ده اتعمل على كذا مرحله، انا جمعته لكم كله فيديو واحد ونزلت كل مرحله في فيديو لوحدها. لو حابين تسمعوا كده ماشي، لو حابين تسمعوا الملخص يعني بتاع المراحل كلها بتاعه التنظيف والشكل النهائي والحاجات الحلوه وكل الجمال ده، اللهم صل على سيدنا محمد، هتسمعوه في الفيديو ده. انا حبيت ايه اديكي طاقه كده وامل وحماس، وانك تقدري تعملي كل اللي نفسك فيه وتجددي وتغيري، ومفيش حاجه اسمها مستحيل. بعنا شويه الحاجات اللي احنا نزلناها من فوق وكملنا عليها طبعا، ورحنا المشتل اشترينا شويه الخضره وشويه الزرع ده. يعني جبت واحده روزماري، واحده فل، واحده ياسمين، ريحان اللي هو الفرنجي، وجبت ورد سوري، واتنين نعناع، وورد بلدي، وحتة النجيلة اللي هي الصناعي دي هفرشها في البلكونة فوق. بعد ما جبتهم طبعا بيكونوا متجهزين. اللهم صل على سيدنا محمد. بتاع المعمل بيديني القصريات دي بيكون لسه الرمل مش طين،
فبدات ان انا اسقيه عشان يشرب كده ويرعرع، عن الجو حر والشمس المباشر بتهلك الزرع حتى لو كان الزرع اصلا بيتحط في الشمس عادي. تمام كده. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا بقى، هنا ذكرت ان انا ادهنها بايه؟ طبعا عشان الطوب والاسمنت ومش هينفع دهان، فانا كان عندي شويه جبس ابيض. اللهم صل على سيدنا محمد. فقلت اعملها بالجبس الابيض. يعني ربيت كده الاسمنت، خلطته بالميه لعند لما اداني سمك شويه، مش تقيل ولا خفيف، ان هو يثبت ما يبقاش زي الميه كده وينزل على الحيط بسرعه. اول ما بكبه كده على الحيط بيديني يعني بيطل الحيط على طول بسرعه، بيغطي الطوب الاحمر ده خالص. اديته طبقه واستنيته ينشف شويه. طبعا الجبس بينشف بسرعه، والجبس اصلا كان عندي وسعره رخيص خالص. لو في اي مكان حبيتي تشتريه بالكيلو، حبيتي تشتري الشكاره على بعضها تقريبا عامله 70 جنيه، ممكن تبقى 50 على حسب نوعها وحسب المكان اللي هتشتريه منه وحسب حجمها كمان. تمام كده. فبدات ان انا اغطي كل الاماكن زي ما انتم شايفين، طريقه سهله وسريعه وكمان منجزه واسهل حاجه يعني. وغطيت كده الكميه اللي كان بتقع على الارض، مسحتها بالمساحه وسبتها بقى. قلت ايه، يبقى كله ابيض فابيض كده. الابيض بيدي وسع وفرحه وبهجه. طلعنا بقى اثار الزرع من تحت لفوق وكمان النجيله، وهبدا هنا ايه ارتبها كده واشوف ان انا هظبطها ازاي. اللهم صل على سيدنا محمد. كان عندي حته نجيله صغيره، لان انا اكتشفت ان البلكونه طولها 3 متر واللي انا جايباها 1.5 متر، واللي كانت عندي حوالي متر. فانا قلت ايه، اوسطن الدنيا كده وامشي الدنيا عشان ما اشتريش، لان متر النجيل ده كان عامل 230 جنيه. هي السميكه شويه والكثافه بتاعتها عاليه، مش زي اللي كانت قديمه عندي الكثافه بتاعتها يعني خفيفه خالص. تمام كده. بدات ان انا افرش النجيله واظبط كده القعده واشوف ظبطتها ايه، وبدات ان انا ارتب بقى الشجر بتاعي او الجنينه الصغيره بتاعتي. ربنا يحل دنيتكم. يعني اي حاجه لو كانت بسيطه صدقيني هتكون قد الدنيا. انت لو فرحانه بيها ومبسوطه بيها ويعني مركزه وشغله نفسك بحاجتك وحياتك، والله العظيم لا تحسي ان انت مالكه الدنيا واللي فيها. افضل واحسن من انت تركزي مع الناس اللي بره وحال غيرك، او الناس اللي يعني ده عنده وانا ما عنديش. الكلام ده كله هيديكي طاقه سلبيه وحياتك مش هتتبدل ولا تتغير، وهتلاقي نفسك ان انت برضو مفتقده كل شيء. فالواحد يعني الرضا بالموجود جهد. ربنا يجود علينا بالفضل والكرم والستر والصحة وراحة البال والطمأنينة، ويبعد عننا الهم والغم والشيطان، ويرزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب. طول ما فينا نفس احنا فينا أمل، طول ما فينا صحة بنحمد ربنا على كل شيء. نعمة الصحة وانك تمشي وتتحركي وايديكي ورجليكي والكلام وانك تقدري تدخلي الحمام، كل ده فضل ونعمة كبيرة قوي. كل واحد ربنا بيرزقه زي ما ربنا كاتب ليه. احنا كلنا بنسعى، بس الرزق ده بتاع ربنا. في ناس الرزق بتاعها في اليوم 50 جنيه، وناس رزقها في اليوم 1000 جنيه. مش كله زي بعض. ربنا ما عمره ما كان ظالم او مش يعني خلينا زي بعض، بس هو ده كل حاجة اسمه نصيب، وربنا مقسم كل حاجة ولازم نرضى عشان ربنا يكرمنا في اللي جاي. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد. ودي كانت النتيجة.